السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. وفي بدايه الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. والفيديو يا شباب هنتكلم فيه عن التسريبات اللي نازله موثوق منها بنسبه 50% في التحديث الجاي اللي هو تحديث 3.7 او 3.7. هو التحديث ببجي موبايل القادم ان شاء الله هيبقى تحديث كبير، هينزل فيه مابات وهينزل فيه سكنات وهينزل فيه بدله مسك واسلحه تتطور والصندوق المميز كمان. فيلا بينا نخش في الفيديو على طول واوريكم التحديثات دي كلها. بس في بدايه الفيديو كده يا شباب زي ما قلت لحضرتك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وتعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتكتب لي كومنت هل الحاجات دي صح ولا انا غلطان. واول حاجه هنبدا فيها يا شباب هي المابات اللي نازله الجديده، هي ماب اسمها روندو او رونو وانا مش فاهم كويس بس هي تقريبا اسمها روندو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. اول حاجه بتظهر معانا العماير الكبيره ديت في المابا ديت، والمابا شكلها اصلا الجرافيك بتاعها يبقى تحفه ومابا تبقى جميله، وكمان فيها يبقى فيه زي نظام الاستاد ده كده. هي تقريبا قلبت كده على وور زون ما تعرفش ولا ايه، بس الحوار يبقى جامد والفايتات تبقى سريعه وجميله قوي بصراحه. يعني انا شايف ان تبقى كويسه وهتغلب ايرينجل وليفك بكتير. وتقريبا زي ما حضرتك شايف دلوقتي قدامك على الشاشه ده اللي هيبقى المود بتاع المابا تقريبا، او ده منطقه في المابا زي بوشينكي وسكول وكده. بس شكلها جامد جدا بصراحه، شكلها تحفه، ويعني وفايتاتها هتبقى تقيله برضو لان هي متفتحه من كل حته ومكان كبير اكيد ويبقى فيه لوت كتير، فهيبقى في نزاع على المكان ده ان شاء الله، يبقى فايتات تقيله ويبقى من اخطر الاماكن في المابا دي. وفي معانا برضو المدينه ديت زي نظام مدينه مائيه كده يا شباب، ويعني هي تقريبا لها علاقه بالصين او باليابان حاجه زي كده. بس زي ما انتم شايفين كده هتبقى تقريبا ليليه وفيها مصابيح شغاله على البيوت، والبيوت بتصميم اللي هو تصميم اليابانيين والصينيين تقريبا. فزي ما انتم شايفين كده هتبقى تحفه برضو. والخريطه يا شباب هتيجي مساحتها 8 كيلو في 8 كيلو، والخريطه اسمها روندو زي ما بان قدام حضراتكم. وتقريبا يعني المكانين اللي هو على اليمين وعلى الشمال ده هيبقى مكانين يعني في الخريطه، يعني الخريطه تبقى مقسومه لنصين تقريبا. فمش مستعجلين، التحديث قرب مفيش مشكله. ده كان بالنسبه للمبات. وتقريبا التحديث الجاي هيبقى بالاسم اللي حضراتكم شايفينه ده، هو اسمه ذا ميموري اوف ذا ساند او بمعنى ذاكره الرمال. وتقريبا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده يا اخواتي، يا فيها جمل وفيها عاصفه رمال. فتقريبا هي هتبقى ليها علاقه بالعرب او برمضان، الله اعلم. هنشوف كل ده في التحديث الجاي ان شاء الله اللي هو التحديث 3.7. وبالنسبه يا شباب للصندوق المميز، الصندوق المميز اللي هينزل هو سكن السكار اللي ظاهره قدام حضراتكم ديت. السكن السكار دي قديمه يا شباب، الناس القديمه بس اللي هتلاقيها عارفاها. والسكن السكار دي مميزه وحلوه بصراحه، انا شايف انها كويسه، لان كان في ناس قالت ان في سكن ام 4 هتنزل، بس ما اعتقدش ان الام 4 ممكن ينزل اصلا في الصندوق المميز. بس هنشوف سكن السكار دي هتنزل على 120 صندوق هتجيلك السكن اكيد، او لو انت حظك حلو هتجيبها قبل 120 صندوق وتجيلك تاني في 120 صندوق وتبدلها بماتيريال. فان شاء الله كلكم تكسبوا السكن وان شاء الله كلكم تتبسطوا من التحديث الجديد. واخر حاجه معانا يا شباب هي سكنات او متجر الالتيميت رويال. طبعا عارفين الالتيميت رويال يا شباب ملهوش متجر، فالمتجر نزل الالتيميت رويال هتقدر تسترد بعملات اللي بتجيلك من الالتيميت رويال من الرانك بتاعك. هتجيب السكنات اللي موجوده قدام حضرتك في الشاشه دي كلها هتبقى متواجده ان شاء الله في التحديث القادم اللي هو تحديث 3.7 اكبر تحديث ان شاء الله في ببجي موبايل. واخيرا يا صديقي العزيز نورت قناتي المتواضعه ونورت الفيديو بتاعي المتواضع، وان شاء الله اقدر افيدكم واقول لكم على الاحداث اول باول. بس ما تنساش تقدر تعب اخوك بلايك واشتراك في القناه، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.